اشرح لكم على طائر الكاسكو الافريقي. مثل ما نشوف راح اعطيكم بعض المعلومات على طائر الكاسكو الافريقي. طبعا اهم نقطه عندنا اللون يكون لازم ثلجي والحجم الجانبي. اذا تعرف حتى الرجل تصير لونها ثلجيه مو سوداء مثل ما واضح بالتصوير. طبعا هذا الطائر محلق 21. الحجم الببغاء لحد ما يصير عمره جاهز للتزاوج او جاهز لكل الامور. طبعا 4 سنين يصير عمره فحل او ذكر او انثى لمده 4 سنوات. بالنسبه للكلام الطير يكون حسب صاحبه. اذا كان صاحبه يحب يطول وياه خلود ويريد يعلمه فالطير اشوفه ماكو طبيعي يحكي بالنسبه للطائر. بس المواصفات اللي اذا تريد تاخذ لك طير كاسكو افريقي لازم يكون بهذا اللون وبهذا الحجم. طبعا موجوده احجام تصير صغيره وناعمه وتصير لونها رماديه اكثر. هذا لا، الرمادي على بياض اللي هو ثلج مثل ما واضح بالتصوير. تمام حسن حبيبي. هاي الالافه لازم تكون موجوده عند الطائر من هو صغير، لازم ما يترك فترات طويله حتى يبقى يعتاد على الالافه بالبشر. طبعا الجناح الكامل ضروري للطير حتى يعرف شلون يمارس حياته، يغير السياحه، يجي كذا ما اعرف شنو. هاي ضروريه لازم تكون موجوده لدى الطائر الاليف خالص. واكو التايلندي بالنسبه للطائر الكاسكو الثاني الاخ اللي هو يصير طوخ لونه ومنقاره يصير لونه ابيض. اعطيكم ان شاء الله بعض المعلومات على طائر الكاسكو الافريقي. تحياتي وياكم حسين MJ. مع السلامه.